نهائي الكان لا زال متواصلا في ملاعب السوشيال ميديا. شيء غريب جدا. بزاف د الاسئله كتطرح، ما بغيت نفهم، ما فهمتش، لا انا لا اي شخص على مستوى العالم. نخرجوا من رقعه المغرب حتى وسائل الاعلام عالميه، عشنا ابتزاز كروي مع مدرب السنغال. حاولت نعرف علاش هذه الحملات التحريضيه والممنهجه على المغرب. التشخيص عادي جدا، اعداء النجاح امر طبيعي، ولكن ان يكون العداء بهذا الشكل وبهذا الحقد وبهذا الغل، غتقلب خفايا الامور وخبايا، غتلقى بان الامر طبيعي. ولكن اللي كنستغرب له في هذا الملعب، ملعب السوشيال ميديا، كل واحد عنده اسلوب وطريقه يجامل الاخر. انتوما كنتكلم على نسبه كبيره من غير المغاربه الذين يدافعون عن المغرب في المده الاخيره او منذ مده. هنا كنسولكم علاش هذا التراجع؟ واش كتلجؤوا الاساليب الدفاعيه في الوقت اللي كنتوا كتهاجموا في امور عاديه؟ لا، الا كنتم مؤثرين ايجابيا، وهنا بين قوسين موضوع التاثير. ما معنى التاثير؟ انا كره هاد النسبه الكثيره، وكاينين قلال باش ما نعممش. انا ارى بانه هذاك ماشي تاثير، هذاك تسول اعلامي في مواقع السوشيال ميديا. انت كتبيع واحد الماده فيها كلام معسول وفيها مجامله، وكتلقى دعم مقابل من خلال لايكات او من خلال متابعه. هذا امر كيهمك. ولكن اليوم كنجي من الاخير بانني شت بعض الاشخاص قبل ذلك واستغربت، والله العظيم اساءوا للمغرب وتطاولوا على المغرب، واليوم يكرمون في المغرب ويقومون بجولات في المغرب. وهذا أمر يطرح عديد علامات الاستفهام. لا، وصلت واحد اللحظة باش نغيروا المفاهيم. المغاربة بطبعهم عاطفيين، ولكن اليوم علينا باش نغيروا من هذه المنهجية. اليوم اتضحت مجموعة من الأمور، هذا تشخيص الحالة، وبالتالي علينا باش نوقفوا عن، والله إلى ما دفعتي على راسك وانت فتي، راه ما كاين اللي غادي يوقف معاك. علاش؟ لانه انت في نهايه المطاف كتلجا البنزين فيه الوطنيه وفيه الغيره وفيه الحب وفيه التقدير وفيه الانتماء لهذا الوطن وهذه الارض، وبالتالي انت المطالب بان تدافع. نقسموا الامور، مزيان تكون عاطفي، ولكن علينا باش نستافدوا من الدروس اللي وقعت. اليوم المغرب بتاريخه وامجاده ونضاله ومثقفيه ودبلوماسيته ورموزه الرياضيه هو اللي غادي يصنع الاشعاع المغربي، لانه المغرب كان وسيبقى وسيظل استثناء. وبالتالي لا تنتظرون دعم الاخر، انت من تمتلك الادوات لتدافع عن هذا الوطن. واليوم معركه من نوع اخر، أنت الفائز فيها في النهاية، ولكن أن تفوز كما كنت دائما، بالرقي وبالثقافة وبالحضور والتميز. تحياتي.